انت فاشل. انت اي موضوع تدخل فيه للاسف الموضوع ده هيبوظ. اهلا بوش المصايب. هو انت جيت وهليت؟ انت اصلا تستاهل كل العقاب اللي بيحصل لك، لانك انت تستاهل اكتر من كده. انت اصلا وحش جدا، انت اصلا ما تنفعش في اي حاجه. اللي زيك ما يقدرش يعمل حاجه اصلا. تخيل كل يوم واحد يقابلك يقولك كل الكلام ده، هتتعامل معاه تاني؟ ما اعتقدش. تخيل بقى ان كل اللي بيقوله ده انت بتقوله لنفسك. ليه بتجلد نفسك؟ وليه بتهين نفسك وبتتعب نفسك من غير ما تحس؟ تعالوا بقى نبدأ مع بعض في موضوع النهاردة. موضوعنا مهم جدا، وهو ليه بتجلد ذاتك؟ ليه بتهين نفسك؟ وليه بتقلل من نفسك من غير ما تحس؟ وده للأسف بيكون حاجات سلبية كبيرة جدا في نفسيتك. خليني في البداية احكي لك عن واحد اسمه خالد. خالد ده شاب حلو، شاب ناجح جدا ومتفوق جدا، وكتير جدا يتمنى يبقى عنده ولو جزء بسيط من اللي عند خالد. ولكن خالد كل يوم بعد ما بيخلص شغله ويروح على البيت، قبل ما ينام يقعد مع نفسه، يبتدي يسمع لنفسه الاسطوانة دي: انت فاشل، انت تستاهل العقاب النهاردة، الجزا اللي اخدته النهاردة ده تستاهله، انت مش ناجح، حتى النجاحات اللي انت بتعملها دي نجاحات عادية، انت وانت وانت. ويبتدي يجلد في نفسه قبل ما ينام، رغم ان كتير جدا بيتمنى يبقى عنده ربع اللي عند خالد. لكن للأسف الشديد جدا هو مش شايف كده ولا متخيل ده اصلا. وللأسف ان خالد هو مش حالة فردية او حالة خاصة، لا ده في كتير جدا من نوعية خالد. وللأسف الشديد أخاف إنك أنت كمان تكون واحد منهم. ببساطة جدا ده في علم النفس اسمه النقد الذاتي القاسي، وده مرتبط بحاجة اسمها الانحياز السلبي. مخك متبرمج ينسى كل حاجة حلوة انت بتعملها، وينسى كل النجاحات وكل الإنجازات القوية جدا، ويبتدي يركز على التفاهات ويركز على الحاجات البسيطة جدا اللي ممكن تكون وقعت فيها أو فشلت فيها، لأن ده ببساطة جدا متخزن في اللاوعي، متبرمج جواك، متخزن في اللاوعي. وده اتكلمنا عنه باستفاضة في الحلقة اللي فاتت. أحيانا كان التفكير إن أنا أقعد أبتدي أجيب اللوم على نفسي بجلد الذات القوي جدا، وأن أنا أبتدي أتعب في نفسي قوي، ده كان يمكن كان بيريح الضمير شوية. ولكن للأسف الشديد إن هو مؤذي أذية كبيرة جدا فيما بعد. زي مثلا بنت دايما بتسمع وهي صغيرة مقارنات بينها وبين غيرها: شوفي زميلتك، شوفي صاحبتك، شوفي بنت خالتك، شوفي مش عارف مين، شوفي هي ناجحة ازاي، شوفي بنت منضبطة، شوفي بنت شاطرة وبنت كويسة و دي بقى للأسف لما كبرت بقى كل نجاح تعمله تقلل من نفسها جدا وتقول ده العادي، ما كتير جدا بيعمل نفس الحاجة دي، وبقت تقلل من نفسها وما عندهاش ثقة في نفسها نهائيا. وده بقت تحس ان هي فاشلة، تحس ان هي مش كويسة، مش ناجحة، ما عندهاش نجاحات، بقت تقلل من نفسها وتجلد في نفسها بكلام سلبي وصعب جدا ناتج من اللي كانت بتسمعه قبل كده. في فرق كبير جدا بين الإنسان اللي هو عنده محاسبة نفس، يعني بيبتدي يحاسب نفسه على كل حاجة غلط بيبتدي يعملها، ويبتدي يقول لا أنا غلطت في الحتة الفلانية، وأنا اتعلمت غلط من غلطي في الحتة الفلانية. فده اسمها محاسبة النفس على خطايا أو آثام أو حاجات وحشة الإنسان بيعملها، وده بيبتدي يحاسب نفسه، وفيها انكسار قدام ربنا، ولأن ربنا هو الغافر كل خطايا. لكن في فرق بين ده وبين حد بيبتدي يقلل من نفسه جدا من غير وعي ومن غير حكمة. عشان كده محتاج انك دايما تقول انا اقدر اعمل كل حاجة بربنا اللي بيقويني، لان الانسان من نفسه ما يقدرش يعمل حاجة، بربنا تقدر تعمل كل حاجة. عشان كده هتبتدي تغير المفاهيم، بدل ما تقول انا فاشل وانا لا، قول انا هقدر اتغير. للاسف الشديد ان في ناس فاكره ان لما بجلد في ذاتي قوي ببتدي ان انا اعمل شغل كتير، وللاسف ان اللي بيحصل ده العكس. من كتر ما بجلد نفسي وبجلد في ذاتي ببقى شغلي كله قليل جدا، ما بقدرش ان انا انجز في الشغل بتاعي، لان ببساطه الانسان بيكون حاسس ان هو قليل جدا. للاسف بتفكير البعض ان جلد الذات ان هو بيبتدي لما بيجلد في ذاته بيحسن من نفسه. طب تعالوا كده نتخيل مع بعض، عندك طفل صغير، كل ما الطفل ده يغلط ويعمل حاجة غلط تقول له انت فاشل، حتى لما ينجح في حاجة تقول له انت اصلا فاشل، ولكن دي حصلت معاك بالبركة، حصلت بالصدفة، ونبتدي نهين في الطفل ده. هل الطفل ده مع كل الإهانات والتقليل منه هل هيبتدي يتحسن يبقى حد كويس؟
ولا هيحصل العكس تماما؟ وده نفس الكلام بالظبط اللي بيحصل معاك لما بتبتدي تجلد في ذاتك وبتبتدي تقلل من نفسك جدا وتقول انك انت فاشل و للاسف ان في كتير بيبتدي ان هو يقول طب ما انا كده كده مش هعمل حاجه، انا كده كده اصلا فاشل، فانا مش هعمل انجازات ولا هبتدي اشوف شغلي بالظبط ولا هشتغل الشغل الصح، يعني هيشتغل الشغل اي كلام لانه كده كده فاشل. مهما عمل من انجازات هو حاسس من جواه ان هو فاشل، فعشان كده ما بيطلعش جودة، ما بيطلعش تحسين في شغله ولا بيشتغل بالشغل المظبوط. عشان كده اوعى تقول كل الكلام السلبي ده لنفسك، دايما قول انا اقدر اعمل كل حاجة بربنا اللي بيقدر يقويني اني اعمل اي حاجة. بكل بساطة ده المشكلة بكل تفاصيلها والحالة اللي اغلبنا بيمر بيها. طيب الحل ايه؟ طب الحل هل ينفع اسيب نفسي في جلد الذات واجلد في نفسي واتعب في نفسي بكلام سلبي كتير جدا، ولا الحل ايه؟ تعالوا ناخد الحل مع بعضنا في خطوات كويسة جدا. اول خطوة هي اعادة تسمية الصوت اللي جواك. بدل ما تقول انا فاشل قول انا بتعلم من غلطي، وده العادي بتاع اي حد ممكن يغلط وبيتعلم من غلطه. النقطة التانية ارحم نفسك. في مفهوم في علم النفس اسمه الرحمة الذاتية، يعني اتعامل مع نفسك بحنية وبلطف كأنك بتتعامل مع حد بتحبه. هل شخص انت بتحبه جدا هل هتتعامل معاه بالاسلوب القاسي ده وتقول له انت فاشل وانت وانت وانت، ولا هتتعامل معاه بحنية وطيبة وتشجيع؟ ده حتى لو غلط وعمل خطأ تقول له قوم، وبتلاقي نفسك بتقول له قوم وتشجعه. عشان كده ارحم نفسك وتعامل مع نفسك بنفس الاسلوب والطريقة دي، وبلاش تتعامل مع نفسك بإهانة وعنف. القاعدة الثالثة قاعدة ال3 أسئلة. كل ما تجيلك فكرة سلبية اسأل نفسك الأسئلة دي. أول سؤال هتسأله لنفسك هل النقطة السلبية دي هل هي حقيقية 100%؟ يعني هل أنا فاشل 100% حقيقي، ولا في بعض النجاحات اللي ممكن تخليني أغفر لنفسي فشل البسيط اللي حصل؟ السؤال التاني اللي أسأله لنفسي لما يجيني فكرة سلبي هل في كلام أو في حاجات عكس الكلام ده؟ يعني هل أنا فاشل؟ هل في حاجات حصلت في حياتي أو نجاحات وإنجازات تخليني أتغاضى عن الفشل ده؟ السؤال الثالث هل هقدر أقول ده لحد بحبه؟ هل حد بحبه غلط غلطة بسيطة أو كبيرة أيا كانت أقول له أنت فاشل وأنت مش ناجح وأنت وأنت وأنت، ولا لا؟ في الحقيقة لو أنا سألت لنفسي ال3 أسئلة دول في أي نقطة سلبية عندي مش هلاقي نفسي ان انا فاشل ولا هقول لنفسي اي كلام سلبي بعد كده. النقطة الرابعة والاخيرة هي اعادة برمجة للكلام السلبي بالتدريج. يعني بدل ما تقول انا دايما فاشل قول انا دايما بغلط وبتعلم من غلطي. وما ده العادي بتاع اي انسان بيفشل ويتعب ويقع يبتدي يعمل نجاحات كتيرة جدا. واي انسان ناجح جدا ومتطور جدا في حياته هو وقع بفشل، وقع بتعب، وقع بضيقات وحاجات كتيرة جدا قبل كده وصلته ان هو ياخدها كدافع وتحفيز لنفسه ان هو يكون انسان قوي ويكون انسان شجاع وانسان ناجح فيما بعد. في نهاية الفيديو عايز اوصل لك رسالة مهمة جدا. انت مش ضعيف، انت كل ما في الموضوع انك قاسي شوية على نفسك، لكن تقدر دايما تتعلم العكس وتبقى دايما انسان ناجح ومتفوق. كن فخور جدا بنفسك وتشجع نفسك. وزي ما قلنا قبل كده ان اخطر حاجة في حياة الانسان هي الصوت الداخلي اللي جواك. لو غيرت الصوت الداخلي اللي جواك هتتغير كل حاجة في حياتك. عشان كده قول دايما انا اقدر اعمل كل حاجة بربنا اللي بيقويني على كل حاجة. كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وتشارك الفيديو لغيرك عشان يقدر يستفيد. ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبه لنا في التعليقات، وما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.